طبعا شرحنا فكره ازاي نركب الميكانيزم الدوران للترابيزه، وطبعا نزلنا الفيديو وفاز معانا الاخ ابراهيم من اسكندريه ميكانيزم الدوران و10 مفصلات المنصوري. النهارده ان شاء الله نشرح عن طريقه تركيبها تمام عمل نظري علشان الكل يستفيد منها. اولا في 2 ميكانيزم، هو في 3 انواع، معايا 2 والثالثه ان شاء الله سبقت في الفيديو. الميكانيزم الاول ده احمال خفيفه ينشل الترابيزه للمطبخ لترابيزه عاديه. عندي رقم 2 احمال تقيله لو انا عايز اعمل دولاب في قلب المطبخ والدولاب يلف يكون عندي احمال تقيله بالشكل ده. اللي راكب معانا الميكانيزم ده اللي هو احمال خفيفه. ازاي نقدر نركبه في الترابيزه؟ طبعا الترابيزه على حسب اختيار حضراتكم انتوا لعمل الترابيزه اعملوه زي ما انتوا عايزين، ولكن احنا بنحدد الترابيزه بتاعتنا على حسب المقاس والمسافه اللي هي هنشوفها مع بعض دلوقتي. ازاي اول حاجه اركب الميكانيزم؟ اول هم بحدد المكان بتاعه وبروح مربع مكان الميكانيزم بالطريقه دي. كده انا حددت مكان الميكانيزم. الجزء الاول اللي كلنا بنحتار فيه ان انا ازاي هركب الجزء الاول السفلي والجزء العلوي. بالطريقه دي انا هركب الجزء السفلي، ان هو انا هثبت بالطريقه دي. واضحه معاك في الكادر؟ بس قبل ما بركب كده ايه اللي بيحصل معايا؟ رقم 1 انزل لي بالكادر لتحت. بعمل حاجه اسمها دعامه. الدعامه دي بعلبه 2 في 8 زي ما بعض اخواتنا الفنيين قالوا، او بالمفرد على حسب، او بالضلف على حسب، وقال لك نزنق الميكانيزم ما بين بعض. لا، هي الفكره كلها ان انت بتعمل الدعامه. الفكره الثانيه اطلع معايا بالكادر فوق. بنيجي هنا بناخد البعد بتاعنا اللي هو ده بالطريقه دي. طيب عايز بقى انا اثبت الجزء العلوي، لازم اعمل ايه؟ لازم الف الميكانيزم بالطريقه دي كده، وناخد بالنا ان انا جبت هنا ثقب ينزل لتحت اهو. نلف كده، بصوا مكان الثقب ده بعمله ببونت 10 ينزل معايا تحت. الثقب ده علشان اللي انا اقدر اوصل بيه الجزء العلوي هنشرحه مع بعض، هو ظاهر معانا اهو. طبعا هو انا وانا بصور ما بيبقاش ظاهر، فمن هنا ما بتبقاش فكره باينه الفكره في مراحل التركيب. الثقب ده مهم جدا اللي هو احنا بنعمله هنا. نطلع فوق. اتعمل الثقب ده ازاي؟ اتعمل كده اهو، ان انا هثبت الجزء بتاعي الاول. يلا نثبت مع بعض. دي المرحله الاولى، ادي المسمار الاول. طيب ليه انا عملت ال 2 في 8 او العلبه او نعمل مفرد او ايا كان؟ تمام، علشان يبقى في عصب في القطاع. وبثبت اهو بالطريقه دي. بعد ما بثبت بروح جاي كده لافف اهو، لافف الميكانيزم، واجي هنا واروح معلم واروح عايش كده واجيب بونت 10 وانزل لتحت مباشر. ده ليه؟ عشان الف الترابيزه بتاعتي بالشكل ده كده اهو، واخد الوزنه بتاعتي وابدا اثبت الجزء اللي تحت. هبدا اثبت ازاي؟ ببدا ابص من الزاويه من هنا اهو، اظهر لي كده اهو، ايوه، ابص من هنا واشوف مكان الميكانيزم فين. ابدا الف كده اشوف مكان الميكانيزم فين اهو. ده عن طريق ايه؟ الثقب اللي هنا اهو. اطلع بده كده اهو. تعالى لي من الناحيه الثانيه. ايوه، والف ده كده اهو، وعدي المسمار اهو بالشكل ده كده. طلع كده يجي فين بقى؟ يجي هنا كده اهو. كده انا خلاص ثبت. طيب اعمل ايه بقى؟ الف علشان اجيب مسمار تاني بالشكل ده. انا كده بلف الترابيزه معايا اهو اهو لحد ما يجي المسمار التاني قبل نفس الثقب اهو. الف ظاهر معاك؟ ايوه. وابدا اطلع المسمار بتاعي بالطريقه دي. ظاهره. ادي مسمارين او 3، هي 4 مسامير، ادي ال4 ادي 3 ادي 2 على حسب يكونوا عكس بعض. الف الناحيه الثانيه نفس الكلام، وادي المسمار لما يجي قبل الفتحه بتاعتي هنا كده اهو. فده المهم جدا. هات لي هنا
ده المهم جدا اللي بيخليك تربط السقفيه. الارضيه خلاص متفقين عليها، السقفيه اللعبه كلها فين؟ في الرجلاش ده، او عفوا في الثقب ده. دي كده رساله الترابيزه بالطريقه اللي ظاهره معانا بالشكل ده. طبعا على حسب ما تعمل انت الترابيزه بقى بالديكور بتاعها بالشكل بتاعها. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالفكره، تمام؟ ومش بنبخل على حد ولا بنعمل معلومه تكون ناقصه، احنا بنكمل بعض كمان لله وحده. وانتظروا ان شاء الله مفاجآت ان شاء الله تكون اعجابكم. دمتم سالمين.